لو بتدخل الصفقة صح وبتخسر فلوسك فالفيديو ده ليك، وهو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذ لك حسابك قبل ما يتصفر ويتمرجن بالكامل. كلمة مهمة لازم تحطها في دماغك قبل كل صفقة تدخلها: إدارة الصفقة أهم من دخولك فيها أصلا. Uh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك عمر من قناة اي سي تي عربي، بعلمك كل ما يخص التداول وبالأخص استراتيجية اي سي تي. ما تنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي استفسار عن التداول بشكل عام او عن اي سي تي بشكل خاص ياريت تبقى تسيبه تحت في الكومنتات. وخلينا نبدأ في فيديو النهاردة. قبل ما نخش في الفيديو هقول لك جزء عملي انا ازاي بندير الصفقات بشكل عام، بس ديت حصلت على قناة التليجرام. والله العظيم انا ما كان قصدي حاجة، بس حبيت دي تكون عنوان الفيديو. بص هنا، رحت منزل الصورة ديت الساعة 2. بص رحت اهي، ده كان تحليل الذهب، كان على فريم ال 15 دقيقة. بص كتبت فيها ايه: تحليل الذهب بس في ريسك كبير لو دخلت، ولو هتغامر مغامرة ملهاش لازمة وي وكل الكلام ده. المهم، انا هنا لقيت السعر اتكون النموذج اللي انا عايزه، رحت داخل شراء. تمام. قسمت العقد بتاعي الاتنين، دخلت شراء من هنا وشراء من هنا. طب ليه؟ اول حاجه كنت عامل حساب ان في فير فاليو جاب تحت، فعشان كده استنيت السعر لما يوصل لها ودخلت على طول من عندها. تمام. بص اللي انا كتبته في الكومنتات ايه قبل ما السعر يتحرك او يعمل اي حاجه. بص ده اللي انا قلته. بعد كده رحت قايل ايه، رحت قايل لك لازم تأمنها، عشان كده قفلت نص العقد دلوقتي. تمام. وبنتكلم مع الناس بشكل عام. ده في الساعة بص 4:15 دقيقة بالظبط. تمام. انا كنت قفلتها قبل ما نبعت الرسالة، يعني قول قفلتها على 4:14 دقيقة، ما علينا، انا قفلتها من امتى بالظبط. وبنشرح عامة يوم الجمعة ونهاية اسبوع ونهاية شهر، فلازم تكون واخد بالك وكده. بعد كده بدقيقة بالظبط كان اللي انا بقول عليه حصل. والسعر بص معايا ايه اللي حصل فيه هنا. نجي لنا فريم 5 دقايق مثلا. بص هنا السعر عامل ديل، وراح نزل على طول يضرب الاستوبات، وكان في ناس كتير كانت شارية وكله خسر فلوسه. بس الحمد لله، عشان بعرف ادير الصفقات. وده اللي انا بكلمك فيه النهاردة، ان انت ان شاء الله تتعلم معايا تدير الصفقة بشكل احترافي بالكامل. تمام. اول حاجة، يعني ايه ادارة الصفقة؟ وايه اللي بيفرق المتداولين عن بعض؟ انت لو جبت عيل صغير مثلا واتكلمت معاه قلت له الصفقة، قلت له بص، هو هيقول لك ايه: الزرار الاخضر ده هتشتري والزرار الاحمر ده هتبيع. فالاتنين بيعرفوا اي متداول في الدنيا بيعرف يشتري وبيعرف يبيع، بس الفرق في اللي بيعرف يدير الصفقة بجد. تمام. وده اللي بيفرق واحد بيكسب عن واحد ما بيكسبش. تمام. وبرضه يعني ايه، عشان برضه تكون فاهم، يعني مثلا اول حاجة هو انواع اللي بيدير الصفقة. ده انواع، بس خلينا قبل ما نعرف نخش نتكلموا بشكل عام في الحاجات دي، خلينا نتكلم في الاساسيات الاول. احنا قلنا ان اللي بيفرق المتداول الناجح عن المتداول الخاسر هو ادارة الصفقات. بعد كده عندنا تحديد الهدف ووقف الخسارة. طبعا ده بناء على تحليلك انت بتحدده. تمام. بس الفكرة في ان المتداول لازم قبل كل صفقة يكون محدد الهدف ووقف الخسارة بتاعه. لو انت ما حددتهاش، اولا ده مش تداول، ده قمار. ثانيا، بنسبة كبيرة انت هتخسر، او هيكون الار ار بتاعك ضعيف. يعني ايه؟ هتفضل بقى السعر يطلع معاك شوية تفرح، ينزل تزعل، وتكون بتتداول بمشاعرك عامة. تمام. دي كده احنا اتكلمنا بشكل ايه، بشكل نظري خفيف. خلينا نخش بشكل عملي. تمام. والاستراتيجيات اللي انت هتدرسها معايا النهاردة في إدارة الصفقات هم استراتيجيتين، كل واحد بيمشي باللي يتناسب معاه. الاستراتيجيتين صح، كلهم في السليم منه، بس انت لازم تمشي باللي انت شايفها صح من وجهة نظرك انت. لان انت، انا غيرك وغير ده غير ده، فكلنا ايه هنتلخفنه. تمام. طيب ايه هما الاستراتيجيات دي؟ عندك استراتيجية ان انت بتحرك الستوب لوس بتاعك. يعني مثلا دخلت الصفقة من هنا، هنقول مثلا من هنا. تمام. وحطيت مثلا هنا الستوب لوس بتاعك هنعمله باللون الاحمر. تمام. ومثلا هدفك هنا، حلو، نعمله باللون الاخضر. جميل. في ناس السعر مش مثلا، خلينا مثلا كده، السعر مثلا طلع معاهم لحد هنا، خليها بلون برتقاني، كبرها شوية. بصراحة بقى نعمل واحدة جديدة. بص السعر طلع معاك كده. تمام. في ناس تروح قايل لك ايه: لا،
ده انا نأمن الصفقة بتاعتي. في ناس تروح حاطة الستوب لوس بتاعها على الدخول، تمام، السعر غصب عنك كده كده بيصحح، راح نازل هيضرب لك ستوب، وممكن ينزل اكتر من كده، بعد كده يروح رايح للهدف. حصلت معايا في البداية، وحصلت معاك، انا متأكد من ده مليون المية، والله متأكد من ده، حتى لو في اكونت تجريبي حصلت معاك. لو انت حركت الستوب لوس بتاعك عامة، السعر بيروح نزل ضربة ويقوم متحرك. طب ليه؟ هتعرف معايا كل ده بعدين، تمام. بس خلينا نكمل في كلامنا العادي. دي استراتيجية. عندك الاستراتيجية التانية ايه؟ اللي هي نفس الفكرة. ثواني، الستوب لوز معاك باللون الاحمر هنا. بص بقى، دي اللي انا بتبعها في اغلب الاوقات. في اغلب الاوقات بحط الستوب، هفهمك كل حاجة دلوقتي وانا بعمل ايه. السعر طلع معاك، تمام. بعد كده ممكن مثلا انت تقول ايه، تقول هنا في liquidity void، السعر لمس liquidity void، تقول انا هنجني من عنده. جنيت يعني قفلت جزء من صفقتك، تمام. السعر بعد كده ينزل، انت ستوبك ثابت محركتهوش، او حركته بنسب هنتكلم عنها برضو. السعر نزل معاك شوية، بعد كده اتحرك للهدف، تمام. اول حاجة انت طبعا مكسبك اتغير، قل. ليه؟ لان انت جنيت جزء من ربحك، ولكن في المقارنة انت مأمن صفقتك ان انت لو خسرت مش هتخسر الخسارة او الستوب لوز اللي انت حاطه. يعني مثلا لو كنت حاطط الستوب لوز بتاعك $100، هتلاقي نفسك مثلا لو السعر نزل وضرب لك الستوب لوز، هتلاقي نفسك مثلا خسران بدل 100 خسران 60. فاهم؟ فدي النقطة اللي انا بكلمك فيها، تمام. طيب انا برجح ايه بالنسبة لي، وحط تحت الكلمة دي 100 خط. انا برجح ان انت تقفل جزء من الصفقة، تمام. ليه؟ هكلمك. بص يا استاذنا، اول حاجة انا بستخدم ان انت تقفل جزء من الصفقة دي في حالة لو داخل من مكان ريسك، زي اللي حصل قدامك ووريتهولك على قناة التليجرام، وريتهولك يوم الجمعة، قلتلك ده مكان ريسك وانت ممكن تخش فيه بس بلاش. فانا رحت اول ما السعر اتحرك معايا ضرب سيولة صغيرة، رحت جاني وقافل دنيتي والدنيا تمام. فاهم؟ وجنيت على فكرة جزء كبير، يعني انا كنت جاني مثلا 60% من العقد اللي انا داخل بيه، تمام. وده اهم حاجة بالنسبة لك لو الصفقة فيها ريسك. طب لو الصفقة مضمونة، هقولك انا بعمل ايه. اول حاجة هنا مثلا هتحللت انت مثلا الدنيا، وهنا قلت ان ده اوردر بلوك، تمام، وبقيس من الهدف. يعني بص، من ده القاع وده القمة، تمام. انا عن نفسي بقيس من الدخول، يعني مثلا قلت دخلت في الحتة البيضة، تمام، بقيس من هنا. السعر لو اتحرك 50%، بحرك الستوب لوز بتاع 50%. ركز معايا، هقولها لك تاني. صح كل ده؟ دخلت مثلا من هنا، قلت لك لو انت مثلا دخلت من هنا، تمام، مثلا دخلت من عند 264.30، تمام، بنروح جايب فايبوناتشي وقايس من هنا، وده مثلا هدفك، تمام. 50% من دخولك للهدف بروح معلم عليها، تمام. السعر دلوقتي وصل معاك، طلع، نزل، بعد كده راح طالع تاني، طبعا مستحمل كل ده، وصل معاك للمنطقة دي. انت كنت حاطط ستوب لوس بتاعك هنا، خلوه باللون الاحمر عشان انت متتزاولش، تمام. بروح مدخله 50%، تمام. طيب انت بتستخدم الحالة ديت امتى؟ اول حاجة لو كانت الصفقة ذات نفسها فيها اكتر من حاجة قدامك نفع، يعني داخل من اتجاه عام، الفريمات مظبوطة اكتر من سبب انك تخش، وفي سيولة مثلا في التارجت، فانت كل حاجة متجمعة قدامك، فبنسبة كبيرة عوامل كتير التقت عشان تدخلك الصفقة دي، فالصفقة دي هتلاقيها نسبة اكبر انها تنجح، فانت بتكون عايز تكمل فيها عشان تاخد ربحك كله، تمام. والسعر فعلا اتحرك معاك لمنطقة كويسة. طيب لو كان مثلا، بص انا عارف ان دهوت هنا كان السعر كان نزل، كنت انا محلل الذهب هنا، كان السعر نزل لمنطقة لازم يصعد فيها، تمام. فمثلا لو انت عندك هنا اوردر بلوك، وانت شخصيتك بتخاف، او على فكرة من خاف سلم يعني، وانت لازم تكون خايف، دي فلوسك في الاول وفي الاخر، بس انت شايف ان في نسبة ان السعر يعكس من عندك، هتعمل ايه؟ عن نفسي انا، لو انا اللي في الصفقة دي، هجني هنا 50%، واحط الاستوب على الدخول على طول.
انت هدفك الاول مش ان انت تكسب، انت هدفك الاساسي ان انت تحافظ على فلوسك. رقم واحد ما تخسرش، رقم اتنين ان انت تكسب. تمام. وانجح صفقة وانجح مثال انت تشوفه قدامك وترجع تراجعه تاني، اللي وريته لك في اول الفيديو واللي عملته على قناة التليجرام. انا طبعا عملته على طول، بعد كده بنحلله مع الناس ايه اللي حصل، لحد اصلا ما انا اتفاجئت بعد كده لما فتحت الميتا تريدر ولقيت نفسي خسرت. يعني لقيت نفس السعر راح راجع، راح ضارب لي الستوب لوس بتاعي. فاهم؟ فانت مهم ان انت تشتغل على الموضوع ده. الموضوع ده مش هيجي معاك من صفقة او صفقتين، لا، الموضوع ده انت لازم تقيسه على مدى طويل. اقل حاجة شهر، 20 يوم، لو بتتداول باكونت تجريبي. ركز معايا، لان مفيش حد طبيعي بيتداول بال20 يوم وبيكسب على المدى البعيد. انا خد بالك، انا قبل كده والله العظيم عملتها قبل كده، ان انا شهر كامل عمال بكسب فلوس. فاهم؟ بس جيت بعد كده خسرت كل حاجة. على فكرة برضو قبل كده عملتها، بس كان في اكونت ايه، كنت لسه يعني كنت فرحان شوية بنفسي، حبيت نحط فلوس في اكونت لحد ما خسرتها، والحمد لله الواحد اتعلم وكان مبلغ صغير. فالمهم ان انت تكون فاهم ان ادارة الصفقة اهم من دخولها. ان شاء الله بعد لو انت فهمت الفيديو ده هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتكسب بنسبة انت ما كنتش تتخيلها. في نهاية الفيديو متنساش تبقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك اي استفسار يا ريت تبقى تسيبه تحت، وان شاء الله هبقى ارد عليك. اشوف وشكوا على خير، مع السلامة.